كوكو لي في جيسبر كو زالي بيان. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه ديال مايونيز ساهله مهله تقدري تصايبيها في الدار بلا ما تشري، وكتكون طبيعيه و100% يعني اقتصاديه. كديريها بداك الشيء اللي عندك في الدار. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غنبدوزو المقادير. غادي يكون عندنا 2 ديال معالق كبارين ديال الخل اللي مزوفر عندك، سواء الخل العادي ولا الخل الابيض. كديري 2 معالق ديال الخل. الا كان عندك الحليب غادي ديري نص كاس. بالنسبه لهاد الكميه راه كتقطع كميه معقوله، يعني الا كنتي غديريها مع الفريت ولا هادي راه تجيك هي هذيك عبار، يعني ماشي بزاف وماشي قليله. غنديروا نص كاس ديال الحليب، سواء كان تاع البقر سواء كان نتاع معلب. كديري نص كاس، وكديري قبيصه ديال الملح. بالنسبه للملح كيبقى على حسب الذوق، يعني نتيا واش كتبغي ملوحيه ولا لا، ما كتجيش باينه فيه الا درتي قبيصه. كديري بزار اسود، كديري غير قبيصه حتى هو، راه ما كيجي لا حار لا حتى حاجه، كتجي فيه شويه النسمه. كديري 2 فرماجات. بالنسبه لي انا كندير 2 ديال الفرماجات. كندير هذا المثلث، كان عندك كيري من الاحسن ديري كيري. كنديروا 2 فرماجات. ومن الاحسن يكون هاد الاخر، هاد الكاس اللي تروني فيه، من الاحسن يكون غارق باش تحكمي على الخليط. وتبداي كتخلطي كل شيء، كتخلطي ما حدا انت كتخلطي. وانتي تزيدي زيت النباتيه او زيت المائده. هي من الاحسن يكون عندك، واخا تبقاي تزيدي غير بالمعلقه هكا، تبقاي تزيدي شويه بشويه. ما حداك انت كتخلطي وانت كتزيدي بالزيت حتى كيطلع لك الخليط. جربوها البنات، راها كتجي رائعه بزاف. هذه كديرها لنا ماما كتجي كتحمق، يعني كتقدري تستغناي على المايونيز ديال برا. انا دابا ولفت نتاع الدار ما نقدرش ناكل شي واحد اخر ديال برا، سواء كديريها مع الفريت سواء كديريها ديري بها ديك السلطه ديال الجرده. راني قديتها درك نحطها لكم ان شاء الله. كديريها بهاد مايونيز وراها كتجي رائعه، كنصحكم بها. وكنتمنى انكم ديروا لي لايك وكومونتير، تبغوا الا عندكم شي اقتراحات نديرهم لكم مرحبا. سواء وصفات سواء وصفات ديال التجميليه ولا وصفات ديال الطبخ. ونتمنى تشاركوا هذا الفيديو. نلقانا الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا.